بطولة العيد ما بين الانتر والميلان. هنا في هذا اللقاء، في هذا الحوار الكروي والعنوان الاكبر، مباراة بقيادة الحارس السابق المبدع على مستوى حراسة المرمى، صاحب الخبرة الكبيرة على مستوى المستديرة، هو الاستاذ وحيد المري اللي يقود هذه المباراة، يقود هذه القمة الختامية. اي مباراة واي قمة واي اثارة هنا من ملعب القاهرة. هنا سوف تبدا الحكاية الاجمل والعناوين والقصص الكبيرة. في يوم الامتحان يكرم المرء ويهان. عن اي مباراة واي لقاء، هنا تحدي ما بين اللاعبين. هنا في ملعب المباراة من سيضع النقاط على الحروف. هنا في هذه المباراة الختامية اي اجواء ما قبل المباراة وما قبل صافرة البداية. هنا العنوان وهنا الرواية وهنا القوة والتدخل منذ البداية. اي جنون كروي سيبدأ في ملعب المباراة، اي حوار للغة الكر والفر في الميدان هنا داخل المستطيل الترابي. اي عنوان واي حكاية يا سادة. اذا المتابعين الكرام، انا عصام مينا من هو فيكم من القلب تحية، من اليد مصافحة وفية لمنظر يسر الناظرين والمحبين لكرة قد تأتي بالعاشقين. الكرة الأولى والضربة الأولى والتهديد الأول، عبرت الكرة مرت بسلام. هذا الحوار وإقناع هنا في ملعب المباراة يا سادة. هذا كرة ترجع من جديد. هنا اللقاء وهنا المباراة وهنا الأجواء. هنا الكل يتابع، الكل يترقب. هنا ما بين الانتر بالقمصان السوداء امام الميلان بكل تكييف بالقمصان الصفراء. ننتظر الرواية. وحيد المري اللي يقود هذه القمة، اللي يقود مجريات هذا اللقاء على مستوى القيادة التحكيمية. والضربة الأولى للانتر والتسديدة عبرت لخارج ملعب المباراة، عبرت الكرة لخارج ملعب اللقاء. علي لقاء، علي شوق واشتياق. هنا في هذا المساء كل عام وانتم بألف خير وبصحة وعافية. هنا القصة، هنا العنوان. هذه بطولة العيد التي تختتم في شهر شوال من كل عام يا سادة. عشناها ولكن هذا عاصم يا عاصم في الكرة الثابتة. كيف ستركل هذه الكرة؟ هل هي ركلة البداية أم ركلة الأجوال؟ هنا عاصم أم ستضع الخبرات؟ يلعب كرة ممتازة. الله 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 يا عاصم، يا عاصم بالخبرة بالهداوة وبالذكاء. يا ثعلب يا مكار، يتلاعب ويتذاكى على الجميع، يخدع الكل. هو عاصم. يا سلام يا سلام. لكورة على ذكريات الماضي والحنين الماضي والزمن الجميل. من اين اتيت بهذه يا عاصم؟ هذه خبرة السنين، هذه خبرة السنين. 1-0 والاسبقية بهدف للانتر. الله على القمة والمباراة، الله على الاجواء، الله على المتعة الكروية. عاصم في صلابة الدفاعية، الحكم يعطي خطأ. الله على جنون المباراة وبداية اللقاء. 1-0 في هذه القمة. اي مباراة كبيرة هنا من محافظة رابغ، حيث تكتمل المتعة والإثارة والإبداع والمتعة والاستمتاع. اي كورة يا عاصم، اي كورة اتيت بها. هل هنالك اشتقت للماضي وتلك الاهداف الجميلة وتلك الروايات والقصص الكبيرة والكرة القادمة الان. كورة مع احسان في كورة لكورة قادمة. الرومي احسان، الرومي خلف هذه الكورة، يضرب احسان، يمشي في كورة الرومي، لا عبرت بسلام.
سلام. عدت الكرة لخارج ملعب المباراة. يا لها من مباراة ويا لها من دقائق الأولى. الهلال يخسر النهائي الآسيوي بكل تأكيد. هنالك باستاد سايتاما، هنالك أمام النادي الياباني أراوريت. الهلال اللي يخسر البطولة بأخطاء دفاعية من الذهاب والإياب، ولكن يبقى الهلال أحد أركان الكرة السعودية وأحد أعمدة الكرة الآسيوية بكل تأكيد. يخسر الهلال بطولة ثم يعوض أنصاره ومحبيه ببطولات وألقاب، كما عاقبوا الأندية السعودية ل3 مواسم متتالية بعدما فعلها الأهلي أخيرا في عام 2016 بهاتريك البطولات. ولكن الهلال ب3 بطولات دوري متتالية. عودة الكبير الأهلي إلى المكانة الطبيعية. الكبير الأهلاوي اللي يعود لدوري روشن رسميا البارحة بعد تعادل الفيصلي، والكرة ترجع. عبرت الكرة بسلام، الكرة ترجع، عادت الآن عالية، النقل والانطلاق بامتياز. عبرت الكرة والحارس يؤمن والحضور الجماهيري الجيد والجميل هنا لمتابعة هذه القمة، لمتابعة هذا اللقاء. علي مباراة ما بين الهلال والانتر، ولكن هذا يرتدي القميص الاسباني مدريد، وهذا يرتدي القميص الالماني بوروسيا دورتموند. هنا بملعب القعرة يا سادة، هنا سوف تبدأ وتحكى حكاية جديدة في عولمة كرة القدم. حضور شرفي مميز، رجالات ومحبي كرة القدم هنا بمحافظة رابغ يأتون لتشريف المباراة الختامية هنا لبطولة العيد. هذه البطولة التي تقام في كل موسم يا هتان، ولكن أنت داخل المستطيل الترابي في الموسم الماضي، أنت في المباراة الختامية، وفي هذا الموسم كذلك أنت يا هتان في معمعة المباراة. ولكن الكرة القادمة هذا أحسان هل ستحسن لهذه الكرة يا أحسان؟ اتلعبت الكرة الرأسية، الكرة عبرت بسلام، عبرت لخارج ملعب المباراة. هنا أجواء اللقاء، هنا الحضور المميز، هنا اللقاء الجميل، ولكن أنتم الأجمل يا رجالات رابغ الأوفياء على مستوى دعم البطولات. الكرة القادمة رابغ الغنية برجالاتها بكل تأكيد، القامات والهامات على مستوى الرياضة من يقدمون العمل الكبير. هنالك لدى نادي الانتصار والاهداف كبيرة جدا لهذا النادي اللي يمثل محافظة رابغ بكل تأكيد. نأمل بأن نرى نادي الانتصار في القريب العاجل وفي المستقبل، بأن نرى هذا النادي لمصاف دوري له، ثم بعد ذلك ترتفع سقف الطموحات إلى دوري روشن. الكرة ترجع من جديد، عودة مرة أخرى، عادت الآن الكرة ترجع من جديد على مستوى اليسار. هنا القوة، هنا اللقاء، هنا المتعة والإبداع. يلعب هتان، الكرة ترجع يا سلام، عادت يا الريشة، العودة مرة أخرى. هذا الصبحي اللي يلعب كرة من جديد، عبرت صافرة وخطأ. رابغ أخرجت العديد من الأسماء. متى حينما تتكلم عن العديد من الأسماء لابد أن تذكر الحارس هذا اللي يقود في المباراة، وحيد المري، اللي يقود في القمة، اللي مثل نادي الاتحاد في سنوات ماضية، واللي أيضا كان من أفضل الحراس على مستوى المحافظة. هذا الأستاذ وحيد المري اللي يقود هذه القمة الكروية. هذا الريشة لتنفيذ كورة يا محمد يا ريشة. أنت من تقود في القمة، أنت من تقود في المباراة، ولكن لكورة ثابتة. كيف ستكون من تقود خط المنتصف يا ريشة؟ للمعلومية كل لاعب يطلق عليه الريشة عارف انه كان فنان، عارف انه كان معلم في شبابه، ولكن هذا الريشة تبع رابغ كيف ماضي وكيف رواياته في عز الشباب، ولكن
هذه الكورة باليسار والكورة ممكن معها أستريا ستار يا ريشة، عبرت بسلام، عبرت الكورة إلى ركلة مرمى. أي مباراة وأي أجواء هنا في ملعب المباراة. هذا كرة قادمة، ركلة مرمى، توثيق الحدث هنا على مستوى الجانب الأمامي، التغطية والعمل لا زال يلعب هدان وتغيير المسار. عبرت الكرة، عدت لمبدأ الأمان والاطمئنان، عبرت الكرة لبر الأمان. حتى هذه اللحظات والأجواء هي لا زالت مستمرة. فرقة الميلان الكرة القادمة والأجواء، الكرة تعدي مرة أخرى، عادت الآن انطلاقة بالسرعة. يلعب عبد الله القايدي بكل تأكيد. هذا عبد الله اللي ارتدي شارة القيادة على زملائه بكل تأكيد، اللي جيت بدري وحضرت ورأيت هذا اللاعب من كان يخطط ويرسم هذا الملعب. هل سيخطط لكتيبة الانتر هنا في هذه القمة؟ هل سيخطط لكتيبة الانتر من أجل الوصول لمرمى الميلان الكتيبة السوداء؟ ننتظر المتابعة حتى هذه اللحظات. هذا 1-0 عاصم ونزار، هذا الثنائي من يقود ايضا قلب الدفاع فرقة وانصار الميلان. عودة من جديد، واحد الميلان، كورة من اليسار، كورة مع الصبح محمد اللي باسي كورة ترجع بعمق الملعب. ولكن ماذا يقول المري اللي يقود هذه المباراة، المري اللي يقود هذه القمة. الكرة القادمة، العودة من جديد إلى ركلة مرمى، الكرة القادمة الآن. هنا ننتظر وهنا نتابع. هذا الحارس الاتحادي بكل تأكيد. هذا ترجع كورة من جديد، هذا العودة مرة أخرى، عادة الآن من جديد. من هنالك معاذ الريشة اللي يحمل عارين بكل تأكيد على بقميص جروهي. ولكن جروهي الآن والجماهير الاتحادية هل تدخل في دائرة الشك، ولكن الكل ينتظر. الأمور اختلفت مع المدرب العبقري نونو سانتو من يقود دفة الاتحاد في هذا الموسم بكل تأكيد نحو اللقب بكل تأكيد. اللقب الغائب على أدراج دولاب نادي الاتحاد منذ عام 2009، ما يقارب 14 عام، والاتحاد لا زال بعيدا عن لقب الدوري. ولكن في هذا الموسم وفارق 3 نقاط وعامل 3 مباريات التي ستكون في مدينة جدة من تنصب لمصلحة العميد. ولكن كرة القدم هي معطيات تعطي من يعطيها بكل تأكيد، وفي نفس الوقت كرة القدم هي ظالمة في بعض الأحيان. الكرة ترجع مرة أخرى، عودة دفاعية للكتيبة الصفراء. النصف الساعة الأولى هي الفيصل لهذه القمة، حذر من الأخطاء. عودة دفاعية، كرة ترجع من جديد، انطلاقة كبيرة، عودة مرة أخرى مع حامل عرين. الكرة ترجع من جديد، عادت كرة مع بكال اللي ينقل كرة مع الرقم 9 هيثم يا هيثم اللي يلعب كرة. عادت الآن يا أبو عابد الهيثم. يا الله على كرة تقرب الآن، والعودة والصلابة الدفاعية لا عبرت بسلام، عبرت الكرة والتغطية الدفاعية عبرت بسلام صافرا، وخطأ يحتسبها حكم اللقاء هنا في هذه القمة. ننتظر نترقب الآن. هنا الأجواء، هنا الكرة القادمة، الريشة في مرماه، الريشة والتعليمات تتواصل. ولكن المري بضرب روح القانون من يضبط هذه القمة. هذا الكرة قادمة الآن، وحيد المري اللي اتخذ الخطوات القانونية بلغة الأقدام على طريقة حكام الباوليستا بالدوري البرازيلي. والكرة اتلعبت الآن، والضربة
الحركة الدفاعية عودة من جديد. كرة ترجع على سلام بتال اللي يلعب كرة ولكن صلابة دفاعية. يلعب عبد الله فريد اللي يعدل هذا الريشة حد كرة ممتازة. السرعة والقوة في الأداء وفرض الشخصية هنا داخل المستطيل الترابي. الله على جنون المباراة وسرعة اللقاء، ولكن عاصم اللي يعطي الأسبقية. يا عاصم هنالك بالأربطة، ولكن تأتي بهدف خرافي، تأتي بهدف جميل، بهدف سينمائي ولا أروع. هدف تصنف بكل تكريم بتغذية بصرية، تنظف بصرك وتتابع في الكورة وتستمتع مع كورة عاصم بكل تكريم. اللي عرف طريق المرمى، الكورة اللي عرفت طريق الشباك بنظرة ثاقبة، بنظرة الصقر. يا عاصم كورة تعدي من جديد إلى ضربة ركنية، كورنر قادم، ركلة الزاوية لكورة من الزاوية العكسية. أساتذة حاضرين متواجدين لدعم البطولة وتشريف المباراة الختامية. اتلعبت الكورة ممتازة والراسية له، عبرت يا عاصم. أنت الرادار الدفاعي، أنت الرادار الدفاعي. والكرة القادمة ينقل كرة أحسن، والكرة ترجع والدربكة. الانطلاقة عند الريشة، يمشي الريشة، عودة كنترول، نقرة والتغطية من الدفاع، والعودة بالسرعة والقوة والمهارة والدفاع والعودة من جديد. يا لها من مباراة ويا لها من قمة. هنا في ملعب المباراة الكل يتابع، الكل يترقب بشغف جميل لقصة جميلة، لحكاية ورواية وعنوان. ولكن الحارس هنالك الريشة معاذ الا يحمل عرين الانطلاق الان في صناعة. عبرت الكرة، هذا اللي خارج ملعب المباراة. هذا مرت الكرة عبرت بسلام. هذا في ملعب المباراة عبرت الكرة إلى ركلة مرمى أم إلى ركلة حرة غير مباشرة يحتسبها حكم المباراة وحيد المري اللي يقود هذه القمة. هذا المري وحيد. الكرة القادمة إحسان على مستوى التنفيذ. إحسان يا إحسان اللي ينقل كرة عالية وطويلة. العبر مجرد رقم يا احسان. العودة مرة اخرى، الكرة ترجع دفاعية. الله على الكنترول، النقلة، المهارة والكرة والعرضية وعاصم والقراءة. كرة ترجع من جديد، النقلة بمهارة ولكن عودة في الدفاع. الانطلاق الان، هنا الانطلاق مع عبد الله، يلعب ابو عابد اللي يرجع في كرة، نقلة واستلام لمصلحة الكتيبة الصفراء وانطلاق مع غيث. ولكن ما هو القرار؟ هذا ما هو القرار؟ صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. هذا النوع على هذه الكرة ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا كرة قادمة الآن، ركلة جزاء، كرة مقبلة لمصلحة الكتيبة الصفراء. الميلان سيعود نوعا ما، الميلان سيعود نوعا ما. لهم العودة، ننتظر الآن. هنالك معاذ في مرماه، الأستاذ حسن الهدهدي الراعي لهذه البطولة، الداعم الأول والرجل الأول هنا لبطولة العيد. من يرعى هذه البطولة؟ ولكن إحسان 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 درها إحسان. ولكن معاذ الريشة، معاذ الريشة والامتداد بالذراع الأيمن، والامتداد بالذراع الأيمن يتصدى لكرة التعادل. أي كرة وأي مباراة وأي قمة، أي إثارة كبيرة، أي قصة جميلة وأي عنوان أجمل هنا في هذه القمة. كرة ترجع مرة أخرى إلى ركلة مرمى، الكل يتابع، وأي متابعة وأي شغف كبير هنا لهذه المباراة.
ولهذه القمة كرة ترجع مرة أخرى. تعليمات الأجهزة الفنية هي متواصلة ومستمرة حتى هذه اللحظات، والكل لا زال يتابع ويترقب حتى هذه اللحظات. كرة ترجع إلى ركلة مرمى، كرة لست تمتر، الكرة اتلعبت من جديد، عادت الآن مرة أخرى، نقلة دفاعية، عودة ولكن عبرت لخارج ملعب المباراة. الحكم وحيد المري اللي ناظر للساعة الإلكترونية اللي هي الماركة السويسرية يا مري، أم لا زال للوقت بقية؟ عقارب الساعة هي لا زالت تجري هنا لصياغة وقت المباراة. الكرة ترجع مرة أخرى عالية وطويلة، النقلة من جديد، كرة وكنترول، النقلة والاستلام، يا سلام على المهارة والدوران والثقة والعودة في اليسار. عادت الكرة من جديد، هي الكرة عبد الله والعرضية خطيرة ممتازة والتعادل. لا مش معقول على كرة الريشة يعود للدفاع. أي كرة، أي سرعة، الخطر يقرب والخطر يقرب لها، عبرت وطارت بسلام. احسن يا فيصل احسن. اذا ننتظر نترقب بكل تاكيد هذا المجريات، هذه القمه، هذا